أكلات رمضان الصحية الشهية اللي ممكن تعمليها بكذا طريقة. ممكن أعملها جبنة رومي، ممكن أعملها جبنة موتزاريلا، ممكن أخزنها زي ما هي كده. الجبنة القريش التحفة من أجمل الأكلات على السحور في رمضان. بصوا يا جماعة، كمان أكلة صحية جدا جدا جدا. تعالوا نخزنوها لمدة عام كامل. وخزني أي كمية أنت عايزاها، إن شاء الله حتى 100 جبنة. طبعا لا يعلى إنك أنت تجيبيها في أفضل وقت إنك أنت تجيبي الجبنة القريش هي في فصل الشتاء أو شهر 1 و2. نخزنها ازاي لرمضان؟ وطبعا شهية جدا وقليلة الكوليسترول، مفيهاش يا جماعة، مفيهاش سكر، غنية جدا بالبروتين. ما بتزودش الكوليسترول في الجسم، فكويسة جدا للناس اللي بتعمل دايت، وكويسة جدا للناس اللي عندهم دهون. اولا انا عندي شوية، لو تجيبي كام كيس بلاستيك كده واقصه على قد جبناه زي ما انتم شايفين كده، ودي طريقة ممكن تخزني بيها الجبنة لمدة عام كامل، ومش هتفسد ابدا معاكي، وهتبقى روعة جدا جدا. وبلاش تقبلي على الجبن العلب والمغنية بالفورمالين، مادة خطرة جدا. لكن احنا بناكل اكلات صحية في السحور، وهنعملها لكم بطرق ان شاء الله اكثر فعالية واجمل من كده. لكن انا الاول هتكلم على ازاي نخزنها. بصوا يا جماعة، طبعا احنا لفيناها كده بالبلاستيك. انا قصيت الكيس البلاستيك نصين زي ما انتم شايفين كده، وبلف الجبنة كويس جدا عشان الجبنة ما تشربش من المية وتنعم وتبقى طرية وتبوظ مني. فدي طريقة حلوة انك انت تحتفظي بيها بالجبنة. احتفظ بيها في الاكياس البلاستيك، واقول لكم ازاي نحتفظ بيها جوه العلب لمدة سنة في التلاجة بدون ما تفسد، وهتاكلي منها اجمل واحلى جبنة مغذية وصحية جدا وطرية جدا. بعد طبعا ما غلفناها بالاكياس كده، حطيناها في الاناء اللي انتي هتخزني فيها، سواء عندك كتير او قليل. وطبق المية ده، انا المية دي مية غليتها على النار على البوتاجاز عشان تقتل البكتيريا والميكروبات اللي فيها. وبعد كده بنزل فيها ملعقتين من الملح او 3 ملاعق حسب ما انت بتحبي الجبنة. لو انت عايزاها مالحة زودي الملح، مش عايزاها مالحة ملعقتين كفاية يكفوا، لان كمية الجبنة مش كتيرة. وحسب طبعا في ناس بتجيب الجبنة اساسا مالحة فما بتبقاش محتاجة ملح. طبعا المية مغلية قلنا اهم حاجة. بنزلها على الجبنة المغلفة بالاكياس البلاستيك كده، وبنزل قرون الفلفل عليها. والفلفل بيتخلل، بيبقى احلى اكلة في الدنيا اللي خلق ربنا. الفلفل طبعا بياخد ريحة وطعم الجبنة، وبيبقى فلفل مخلل، والجبنة طبعا بتاخد ريحة الفلفل وطعمه. وفي نفس الوقت ممكن تخزني 100 جبنة بهذا الشكل. بس انا قلت ان انا عندي الكمية دي، انا لسه مشتريتش الجبنة بتاعة رمضان. فقلت اوريكم الفيديو عشان تلحقوا، لو هتجيبوا كمية ما تنزلوش كل يوم في رمضان، تلحقي تجيبي كمية وتخزنيها في التلاجة. حطها في العلبة زي كده، واحط عليها الفلفل والمية المغلية. المية طبعا باردة، ما هياش دافية ولا حاجة، المية باردة يا جماعة. بعد ما تغليها بستنى عليها لحد ما تبرد، وانزلها على الجبنة كده، وبنزل كام قرن فلفل. بتبقى خرافية جدا وطعمها لذيذ جدا. جربوا الفكرة دي ان شاء الله هتبهركم. وكمان هجيب لكم افكار ازاي تحولي الجبنة لكذا طريقة. الجبنة القريش لجبنة رومي وجبنة كريمي، عشان تستغلوها في الافطار، في السحور، سوري، في سحور رمضان المبارك. اجمل اكل على السحور ان شاء الله. اتمنى اللي اول مرة تدخلوا على القناة بتاعتنا ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك عشان يصلكم كل ما هو جديد. جايلكم بشوية افكار حلوين قوي في شهر رمضان المبارك، ان شاء الله يعجبوكم، هيوفروا عليكم ميزانيتكم، هيوفروا عليكم الداخل. كمان افكار جديدة، كل ما هو جديد ومفيد على قناتنا. فكري ووفري من غير ما تقصري. في نهاية الفيديو لا يسعني إلا أن أستودعكم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله وأمنه وسلامته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.